حلوة أوي فكرة المشروع دي، أنا هاشاركك فيها ونخش 50-50. أكتر جملة متخلفة، أكتر فكرة متخلفة اتضحك علينا بيها إننا لو 4 بنبدأ مشروع نقسمه 25% لكل واحد. بعد شوية بتلاقي نفسك بتشقى واللي واخد حصة زيه زيك مش بيعمل أي حاجة وأنت مش قادر تنطق. في الفيديو ده بقى هقول لك إزاي تشارك صح. كتاب رائد الأعمال لمحمد حسام خضر بيحكي قصة واحد اسمه أمير، جات له فكرة ساس أو سوفت وير از سيرفيس أو موقع للحضانات، من خلاله الأهالي تقدر تتابع أولادها، وقال لمصطفى صاحبه يعمل التك أو يبرمج الموقع، وقال لصاحبه التاني جمال يمسك التسويق والتشغيل. أسهل حاجة كان إنهم يقسموا الشركة 3 تلات، بس بدل ما يعملوا كده عملوا حاجة أذكى، قسموا الشركة على حسب المهام ومش بس الأشخاص. إزاي يعني قسموا الشركة على حسب المهام؟ قسموها كالآتي: أول مهمة في الشركة ممكن يبقى ليها نصيب هي الفكرة، فلقوا إن الفكرة لأن ملهاش بارير تو انتري، هم طالعين بعد ساس وفي ساس هيطلع بعدهم، فالفكرة ممكن تبقى قيمتها 8% بس لأنها مهروشة، اتعملت قبل كده وهتتعمل تاني. وده معناه إن الفكرة لو كانت حاجة تانية، اختراع مسجل مثلا، كانت ممكن الفكرة بس لوحدها توصل ل 50%، لكن دي مش حالتنا النهارده. طيب ايه بعد الفكره؟ راس المال. لقوا ان راس المال ممكن يبقى 13% نصيبه من الشركه، ودي بتتحسب حسب الفلوس قدام العائد المتوقع. ثالث حاجه التسويق، وده لقوا ان احسن قيمه ليه هو 7%، لان المشروع عباره عن بي تو بي تو سي، بزنس تو بزنس تو كاستمر، فهم ما عليهم الا انهم هيسوقوا للحضانات، والحضانات هي اللي هتسوق للمستخدمين، عكس لو كان المشروع مثلا بي تو سي مستهدف للمستخدمين فقط، فكان ساعتها هيبقى معتمد اعتماد كلي على التسويق للافراد، فساعتها مثلا كان ممكن يوصل التسويق ل 20 30%، لكنه بوضع مشروع زي ده اكتر حاجه عادله ليه كانت ال 7%. الباقي بقى اللي هو التك والاوبريشنز والمانجمنت، لانهم عصب المشروع وما ينفعش المشروع من غيرهم، ان كان برمجه ولا تشغيل ولا اداره، فكل واحده فيهم اتقسمت بالعدل ما بين من 20% ل 24% لكل واحده فيهم. واخيرا بورد او مجلس اداره بقيمه 7% بسيطه كده، وبكده بقت كل مهمه للمشروع ده واخده حقها، مش مجرد مساواة عميانية كده وخلاص. الملفت للنظر بقى ان طلع ان مش بالضرورة ان كل مهمة ياخدها شخص واحد، انما ممكن بعض المهام تتقسم على اللي هيشاركوا فيها. زي مثلا الفكرة، امير لما عرض على مصطفى وجمال الفكرة اكيد دخلوا في نوع من انواع الورشة عشان يفكروا ويبلوروا الفكرة اكتر، فده معناه ان الفكرة ما بقتش ملك امير بس، امير بقى بيملك من الفكرة 70%، بينما مصطفى وجمال كل واحد فيهم بقى بيملك 15% من الفكره، فده معناه ان امير ما بقاش بيملك كل ال 8% بتاعت الفكره لوحده، بقت متقسمه عليهم هم الثلاثه. نفس الكلام في التشغيل، امير مثلا راح قال لجمال لو انت اللي هتبقى مسؤول عن التشغيل فانا عندي معارف لحضانات تقدر تساعدك في عمليه البيع، فبقى جمال داخل في التشغيل بنسبه 90% وامير بيشاركوا فيها بنسبه 10% لانه جاب له ليدز. ونفس الكلام خاضع لراس المال، امير ممكن يبقى دخل بالفكره بس ما دفعش حاجه، اللي دفع كان مصطفى وجمال بالتساوي، فكأن مصطفى وجمال واخدين من ال 13% بتاعه راس المال 50 50. اللذيذ في تقسيمه زي كده انك كأنك بترسم جوب ديسكريبشن او توصيف شغلانه لكل واحد فيهم من اول يوم، من وقت ما انت كنت بتقسم الحصص، عشان لا حد يتفاجئ ولا يقفش قدام، كله يبقى على عينك يا تاجر، وبالعدل مش بالاسم بالتنصيص وخلاص. الجميل في العقد العادل للمشاركه كمان ان النسبه مش بتتسجل باسمك ولا باسم اي حد فورا، لا، ده لازم تتاخد تدريجيا على 4 سنين على الاقل، لو اشتغلت بجد وكملت بتكسبها، انما لو قررت تمشي بدري يا معلم وزهقت بتخسر، فكده محدش ياخد حصه على الفاضي. احكي لنا بقى، اتضحك عليك قبل كده في تقسيمه شركه؟ والقصه خلصت على ايه؟ شاركنا في الكومنتات، ولايك وشير وفولو لو عجبتك الحلقه دي. باي.